السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. مرة تانية هنعملوا جولة في شارع النبي دانيال ونعرفوا آخر التطورات اللي حصلت فيه والجمال اللي حصل فيه. ده مكان الإكساك اللي هي كانت الأول بتاعت الكتب. طبعا هم شالوها بس عشان يبقى العملية منظمة، حطوهم كلك في مكان واحد، لأن كان في أول الشارع وآخر الشارع، وفروا لهم مكان يقعدوا فيه كلهم مع بعض. الشارع هنا اسمه شارع النبي دانيال لأن فيه جامع النبي دانيال على إيدنا على إيدنا اليمين. أما الجامع اللي على إيد الشمال في أول الشارع ده جامع سيدي عبد الرازق الوفائي. شايفين طبعا اللون موحد، لون البيوت والأماكن يعني والمحلات. المحلات كل اليوفط بتاعتها مبقتش بارزة، كلها في مستوى واحد وبلون واحد. حتى العمارات من فوق بقت بلون واحد. الأرضية شالوا الأسفلت وعملوها زي الانترلوك كده اللي هم بيعملوا بيه دلوقتي الأرصفة، لكن هو من نوع تاني عامل زي البازلت بتاع زمان، اللي كانوا الحجارة اللي كانوا بيرصفوا بها زمان قبل الأسفلت. طبعا ملاحظين ان مفيش عربيات، مفيش دخول عربيات في المكان، هو للممشى بس. ويا رب يستمر على كده. المحلات اهيت ملتزمة، ما بيطلعوش البضاعة بتاعتهم برا. الأرض واضحة اهي ما شاء الله، يعني حلوة جدا. الشارع ده طبعا اتقال عليه أساطير كتير. هو طبعا في الحقيقة هو تحتيه سراديب وممرات لحد البحر من أيام اليونانيين والرومانيين. كانوا طبعا هم أصلا جايين من اليونان وإيطاليا، فعشان يهربوا من أي عدو داخل عليهم كانوا بيهربوا عن طريق السراديب ديت ويروحوا على البحر عشان يركبوا المراكب اللي هي بتوديهم على بلدهم. يعني يقال إن كان في عريس وعروسته كانوا ماشيين بيتمشوا زي الناس اللي ماشية دي كده، وفجأة هي سقطت في الأرض وقعدوا يدوروا عليها كتير ما لقوهاش. الكلام ده كان من أكتر من 50 سنة أو 60 سنة، والله أعلم. احنا طلعنا لقيناهم بيقولوا كده. المحلات اهيت بتاعت الكتب، كتب بقى ثقافية وكتب علمية، كتب مدارس، كتب أي كتب بتدور عليها في أي حتة، أو كتاب مستغليه في أي حتة إن هو غالي، تعال اشتريه من هنا بنص التمن أو أقل من نص التمن. الأمهات برضو اللي هي عايزة كتب خارجية بتاعت المدارس، تعالي هنا هتلاقي الكتاب اللي بتجيبيه ب100 هتاخديه من هنا ب20 جنيه أو 30 جنيه، ويبقى ما مش مكتوب فيه حاجة خالص. في بعض الكتب بتبقى فاضية خالص، ما فيش مش مستعملة يعني. طبعا ده الصف الأول بتاع الكتب. أنا هوريكم الصف التاني. في ناس ما بتاخدش بالها إن في صف تاني وبيبقى أحلى من ده كمان. ليه بقى؟ لأن محدش بيخش عنده، فتلاقي الناس بتبقى متساهلة شوية، اللي هما البياعين يعني متساهلين شوية في البيع. اهو هتطلعي من هنا على السلمتين دول. انا هوريك اهو صف كامل زي اللي الناحية التانية بالظبط لحد العمارة اللي في الوش دي. ممكن تخشي من هناك او تخشي من هنا
اهو في ظهر الشارع او في ظهر المحلات، في محلات تانية اهي، ما تتجاهلوهاش وتعالوا برضو اشتروا منهم، وبيبقوا متساهلين عن ان هو اللي هم في الواجهة خالص. يعني بصراحة انا جربت يعني، لان هم بيحاولوا يخلوا الناس تتشد لهم، لان محدش بياخد باله ان هم موجودين ورا. ده شارع فؤاد اللي هو طريق الحرية، اللي هو امتداد لجمال عبد الناصر او ابو قير. شارع ابو قير او جمال عبد الناصر كده، الاتجاه ده بيودي لحد المينا وسيدي المتولي، والناحية التانية ديت بتودي باب شرقي. وطبعا شارع أبو قير اللي أنا كنت مصوراه معاكم قبل كده، اللي هو جمال عبد الناصر. كده بقى الامتداد بتاع النبي دانيال هنكمله كده، نعدوا بقى خطنا كده شارع الحرية أو شارع فؤاد اللي هو كان فيه المحافظة القديمة. هنمشوا كده بقى هنلاقيهم لسه شالوا بقى طبقة الأسفلت خالص، وحاطين الحجارة هي اللي هي هيعملوها، يكملوا يعني زي الشارع، زي بقية الشارع اللي احنا كنا ماشيين فيه دلوقتي اهو. وبرضو عملوا المحلات، شالوا اليوفط بتاعتهم وأي حاجة بارزة شالوها اهي. لسه بيكملوا فيه، ان شاء الله هيبقى شكله طبعا لما يكتمل هيبقى جميل جدا. كده احنا رايحين على شارع سعد زغلول، ومحطة الرمل، أما في ظهرنا محطة مصر. على يميننا شارع صفية زغلول، وأمامنا كده لو مشينا على طول هنخشوا على شارع سعد زغلول، وشمالنا نروحوا على العطارين والمنشية. يا رب تكون الجولة عجبتكم، وإن شاء الله لما يكتمل الشارع نيجي إن شاء الله ونصور تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة يا حبايبي.